ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير دايما، وكل سنة وانتم طيبين، ويجعل ايامكم خير بإذن الله، ويجعل رمضان خير عليكم وعلينا وعلى جميع أمة محمد والمسلمين يا رب، وعلى كل الناس ان شاء الله اللي بتتمنى الخير لبعضيها. انا النهارده راجعه لكم كده ان شاء الله بلفة السمبوسك. ممكن تعمليها وتخزنيها في الفريزر وتطلعيها في اي وقت تعمليها. ديت لفة السمبوسك طبعا اهي، بتشتريها من اي سوبر ماركت وبتعملي الحشوة اللي انت عايزاها. دي حشوة جبنة دومتي او فيتا او اي نوع، على جبنة موتزاريلا، على زيتون، على فلفل اخضر. عايزة تحطي فلفل الوان حطي، الحشوة اللي تعجبك، حشوة فراخ، حشوة لحمة مفرومة، اللي تعجبك اعمليه. طبعا لفة السمبوسة كلنا يعني معظمنا كده مش بيعرف يلفها، فانا النهارده هوريكم احنا هنلفها ازاي مع بعض. هي لفتها سهلة جدا جدا، وبتعمليها وتحتفظي بيها في الفريزر، وبتطلعيها وقت ايه العمايل، بتوفر عليكي مجهود شوية. بتحطي الحشوة ما تكتريش، تمام. طبعا دي حشوة جبنة اهي، اللفة سهلة جدا مش صعبة. الورقة بتاعتها خفيفة جدا السمبوسك دي، وعاملة طبعا حبة دقيق بمية عشان تقفل معاكي اخر السمبوسك. ما تكتريش قوي يعني اهي، وتقومي قافله بقى السمبوسك كده. اعملك واحده تانية، وطبعا بقى بتحطيها في اطباق فل وتغلفيها كويس وتحطيها في الفريزر. وما تكتريش في الاطباق الفل علشان ما تبقاش فوق بعضيها، ترصيها رصه كويسه كده، وما تبقاش فوق بعضيها عشان ما تلزقش ببعض. وانت بتعملي الجبنه لازم تفرديها كده عشان تبقى معاكي كويسه. على فكره كل ما ورقه السمبوسك تبقى معاكي رفيعه تبقى حلوه. كمان واحده. معلش حبايبي، رجعت لكم تاني بعد ما خلصت بقى اللي هي ام جبنه دي، وبعمل دلوقتي في الفراخ. بس انتوا عارفين الموبايل بقى عنده ايه، ما بيحبش يكمل معايا للاخر. ادي الجبنه اهي زي ما انتوا شايفين اهي، ماشي. وهعمل معاكم دلوقتي اللي هي بالفراخ. طبعا كل حاجه وتحطيها في طبق لوحده علشان ما تبقى عارفه دي ايه، وتكتبي عليها، تكتبي على الكيس يعني دي بالجبنة، ده بالفراخ، ده بالمفروم اللحمة كده يعني، عشان لما تطلعي الحاجة تبقي فاهمة دي ايه ودي ايه. لفتها سهلة جدا جدا زي ما انتوا شايفين.
وترصي في الاطباق الفل كده اهي. طبعا انا معايا الجبنه اهي، ادي الجبنه وادي الفراخ. ماشي، عايزه اجيب لكم لفه. عشان تشوفوا انا بلفها ازاي. ماشي حبايبي، كده تلفيها كده، تقومي عاملاها كده، بتحددي المثلث اهي زي ما انت شايفه كده. الدقيق دوت بيحافظ عليها، بيخليها مقفوله اهي. ماشي، وبترصيها معاكي في الطبق اهي. دي بتهون عليكي الوقت وبتبقى اسرع، طلعتي تقليها على طول. للي ايه بيحبوا السمبوسك، بتبقى عندهم متوفرة، يطلعوها يقلوها، يطلعوها في ساعتها كده طلعيها من الفريزر تقليها على طول اهو. يا رب تكون اللفة واضحة معاكم. ايه رأيكم؟ اهي اللفة بتاعتها ولا اي حاجة اهي. الفكرة سهلة جدا جدا جدا. اخلص بقى واوريها لكم ان شاء الله. حبايبي احنا اهوت خلصنا السمبوسك، الفراخ والجبنة، وحطيناها في الاطباق ديت علشان اما تيجي تحطيها في الفريزر كده وتطلعيها على زيت سخن ان شاء الله تبقى معاكي كويسة بإذن الله. وتطلعيها من الفريزر تحطيها على طول في الزيت وتحفظيها وتبقى كويسة جدا جدا، وتبقى كويسة. تطلع معاكي، ما تطلعهاش من الفريزر وتحطيها تسيبيها يعني تفكي تلجها، لا، طلعها من الفريزر حطيها على طول في الزيت، تكون متلجة معاكي، تقومي حطها في الزيت ما تاخدش 5 دقايق وتتقلي وتطلع. واتمنى تجربوها سواء بقى باللحمة بالفراخ بالمفروم اللحمة بالجبنة بالبطاطس بأي حاجة، هي بتتحشى وبتبقى كويسة جدا جدا لعشاق السمبوسك يعني. واتمنى ان انتوا تجربوها بطريقتي ان شاء الله، واتمنى اشوفكم على خير حبايب مطبخ عزة ورمضان كريم على الجميع ان شاء الله. مع السلامة.